بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله كده يوم جديد مع بعض وروتين جديد مع بعض ان شاء الله. كده ايه، هناخد اليوم النهارده كده بكل تفاصيله، روتين هادي ويوم هادي كده بكل تفاصيله، وعيشوه معايا ان شاء الله. باذن الله نعيشه مع بعض كده، وان شاء الله احاول ارد على كام سؤال كده من الاسئله بتاعتكم. ان شاء الله باذن الله تستفيدوا. ولو اول مره كده حد يتفرج عليا، اتمنى كده يدوس لي على كلمه اشتراك ويشرفني في القناه، يعني ان شاء الله باذن الله يستفيد معانا. أنا النهارده كان اليوم بصراحة كان يوم بسيط كده وهادي، ولكن طبعًا عشان ما اتأخرش عليكم، أنتم دايمًا عايزين إن أنا ما اتأخرش عليكم في الفيديوهات، فباحاول إن أنا يوم ويوم كده أنزّل لكم فيديو. خدت القهوة بتاعتنا كده، وبعد كده هاقوم أشوف ورايا إيه طبعًا زي ما متعودين. أنا كنت عايزة بصراحة أنضّف البلكونة في اليوم ده، هي ما كانتش يعني متسخة أوي للدرجة اللي هي، ولكن علشان أحافظ برضه إحنا لسه عاملين التنضيفات ما كمّلناش أسبوع تقريبًا. تنضيف البيت زي ما باقول لكم المساعدة ربنا يديها الصحة كانت عندي يعني وكده، فالدنيا كانت الحمد لله إلى حدٍ ما حلوة، يعني مش ما فيش اتساخات جامدة ولا حاجة، ولكن يعني ما باحبش طبعًا أسيبها إن هي توصل لدرجة يعني درجة شديدة شوية من الاتساخات، باحاول ألحق كده أول بأول، فقُلت إيه، أعمل البلكونة. أنتم عارفين إن أنا كل يوم باحاول أعمل حاجة كده بسيطة. قُلت أعمل البلكونة، نضّفت كده سور البلكونة كده زي ما أنتم شايفين، كان تراب خفيف يعني، عملته عادي بفوطة مع يعني حتى ولا بليتها مَيّة. والترابيزة دي كده عملتها اللي هو ملمع الخشب بتاع فريدة حلو جدًا. ورتّبت كده البلكونة، يعني لمّعت كل حاجة فيها. وبعد كده جِبت الموب كده، بصراحة قُلت مش هاعملها ممسحة البخار. قبل كده يعني كنت عملتها بيها بصراحة. هي حلوة وجميلة ما أثّرتش معايا بصراحة، ولكن أنا قُلت لأ، خلّيني أعملها كده بالموب كده بمَيّة وشوية كلوريل كده. يعني عارفين اللي هو برضه إيه، إن إحنا ما نهلكش الأجهزة أوي زيادة عن اللزوم. وبعدين يعني هي البلكونة بيبقى مثلًا فيها تراب، ما بيبقاش فيها بُقع، يعني البلكونة عمومًا ما بيبقاش فيها علامات أو بُقع أو كده، وهي كمان كانت نضيفة بصراحة في اليوم ده. ولكن يعني عارفين اللي هو التراب الخفيف الناعم ده، فجِبت موب كده وشوية مَيّة وعليها شوية كلوريل كده، ونضّفت الأرض كده زي ما أنتم ما شايفين. والجو في اليوم ده بصراحة الجو كان جميل جدًا. كان في شوية فوط كده كنت غاسلاهم، شِلتهم طبعًا في الأول وفضّيت المنشر كده، والبلكونة نضّفتها كده وخلّيتها الحمد لله تمام كده زي الفل زي ما أنتم ما شايفين. الجو بقى باقول لكم في اليوم ده كان بصراحة كان جميل أوي، يعني كان ولا حَر ولا برد ولا لأ، كان في نسبة سقعة بسيطة جدًا، جدًا، بس كان حلو يعني. فكان ممتع كده، عارفين وأنتم واقفين بتعملوا شغل البيت كده ومبسوطين ومستمتعين، هو ده بقى. خلّيني كده أجاوب لكم على سؤال، حد بيقول لي الغسالة كام كيلو؟ هي كانت 9 كيلو، وأنا قُلت على فكرة في الفيديو بتاعها، بس ممكن تكون ما سمعتش أو ما خدتش بالها، فعشان كده قُلت أقول لكم. المهم بقى دخلت كده الreception بقى، قُلت أفتح الستاير كده على الآخر، يعني تدخّل نور كده وإضاءة بتخلّي بصراحة تحسّوا بنشاط كده، ولمّا بيبقى الدنيا منوّرة والنور ربنا كده داخل، بنحس بنشاط كده. برضه رتّبت ترتيب بسيط جدًا، يعني عدلت الحاجات كده زي ما أنتم ما شايفين. بس يعني كانت حتى قُلت هاعمل بالممسحة البخار الreception، يعني كنت ناوية على كده، وبعدين لقيته بصراحة الحمد لله نضيف. زي ما باقول لكم بقى، خلاص ما دام الحاجة نضيفة ما نهلكش الأجهزة ولا نهلك صحتنا ولا نضيّع مثلًا وقتنا في حاجة خلاص يعني ما لهاش لازمة. يعني ممكن الوقت ده تستفيدي بيه في أي حاجة تانية، بدل ما تقعدي وقتِك كله في شغل البيت. الحاجة مش ما دام مش محتاجة خلاص. ممكن قراءة قرآن، قراءة كُتب، يعني عايزة أقول لكم أنا بصراحة قراءة الكُتب دي باحبها جدًا، جدًا. بس أنا الأيام دي موقّفة، أنا يعني إيه، عايزة في كُتب بقى تانية معيّنة عايزة أجيبها، عايزة ألتجئ شوية للكُتب التاريخية اللي بتتكلم عن التاريخ والحاجات دي. باستمتع بيها بصراحة جدًا. كنت بانزل المكتبة اللي قدّامي دي، مش يعني هابقى أورّيها لكم كده في الفيديوهات. كنت بانزل المكتبة دي بصراحة، وكنت باحب أقرأ جدًا يعني الكُتب التاريخية هناك. إن شاء الله هاحاول كده أنزل في يوم حتى وأصوّر لكم فيها. طيب هنا بقى إيه، هنا أنا باقول لكم على cover الرُكنة، عشان في أكتر من حد سألني عليه، دايمًا بتسألوني عليه، هو منين؟ أولًا أنا قُلت قبل كده إن هو من
العتبة من شارع الأزهر طبعًا. دول حبايبي واخواتي لسه بيبقوا داخلين جداد في القناة، شرفوني طبعًا ونوروني، وأنا دايمًا أقول ما فيش مشكلة خالص، كل اللي عايز حاجة يسأل وإن شاء الله بإذن الله ربنا يقدّرني كده وأجاوب، والله أنا باحاول على قد ما باقدر في الفيديو أجاوب على قد ما باقدر. المهم هنا كنت جايباه من العتبة من شارع الأزهر، هي خامتها كتان من فوق ومن تحت اللي هو الwater proof، يعني هو ساعتها قال لي كده وأنا باشتريها، بس يعني هو يعني إن هي عازل، يعني مش بتوقّع على الرُكنة نفسها حاجة ولا كده، بس كده يعني بصراحة إحنا مش بنوقّع ولا عليها ولا مَيّة ولا عصير ولا حاجة، ولكن عشان اللي عنده أطفال يعني، هو ساعتها قال لي كده. بس كنت جايباه ساعتها، يعني الكلام ده من شهر 9 تقريبًا أو شهر 10. كنت جايباها كانت ب850 تقريبًا. طبعًا أنا كنت عاملة عنها برضه فيديو، يعني أول ما جبتها عشان كانوا برضه حبايبي اللي معايا في القناة يقعدوا يقولوا لي هاتي بقى cover للرُكنة، وأنا كنت مستنية إن أنا أجيب حاجة أكون مقتنعة بيها، حاجة تكون عاجباني. بس كده بقى زي ما أنتم شايفين طبعًا أنا بقى يعني بابقى سايبة الستاير مفتوحة، بس الإضاءة بتبقى مش حلوة كده وأنا باصور لكم، فقفلت بقى الستاير، وإدّيت النور كده بتاعنا يعني عادي، وتصوير كده أخير، مقطع أخير كده تشوفوا الشكل النهائي بعد ما خلّصنا ترتيب. يعني أنا لمّعت كل حاجة بقى، الترابيزات والكلام ده كله، كنست بالمكنسة بس، وزي ما باقول لكم يعني شايفين الأرض بتلمع ونضيفة الحمد لله يعني، فما رضيتش أجيب ممسحة البخار، قُلت حرام يعني، حرام يعني يعني صحتي، وفي نفس هي مش هتتعبني في حاجة، ولكن هو وقت برضه ومجهود، لو كل حاجة قعدنا نقول عليها بسيطة، 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 فدي في الآخر بتجمل معاكِ، يعني أنتِ ال10 دقايق اللي هتعملي بيهم دول، لأ أنتِ ممكن حتى تقعدي تريحي جسمِك كده فيهم. ما دام الموضوع مش مستاهل. أنا بالنسبة لي كانت الأرض نضيفة ومش محتاجة تنضيف خالص يعني، كانت خلاص كنستها بالمكنسة وخلاص. جيت هنا بقى على كان عندي دورة غسيل كده كنت غاسلاها وخدتها كده نشرتها. بُصّوا المكتبة اللي باقول لكم عليها أهيّة شايفين، آآ على إيدكم الشمال لمّا هالِف كده بالتليفون، مش عارفة هالِف والّا مش هالِف يعني، هالِف أهو، هي دي، شايفين اللي هناك اللي من تحت أسود دي إزاز، هي دي المكتبة دي قدّام منّي على طول، بصراحة حلوة جدًا، وكنت باروح أقعد أقرأ فيها كده، بس بقى لي فترة كبيرة ما رُحتش، إن شاء الله عايزة أبقى أروح. دخلت بقى كده أجهّز الفطار بتاعي، خدت نُص رغيف عيش ده بالردة، وهاعمل فيه كده بيضة مسلوقة بالطماطم. أنا هنا هاحط بس شوية ملح كده بسيطة، قطّعت طماطماية كده وخدت بيضة مسلوقة قطّعتها، وهو ده كان الفطار بتاعي. بس كده بقى خدت الفطار بتاعي وقعدت فطرت، ومش عارفة عملت إيه تاني، يعني برضه بيبقى في حاجات تانية كده بسيطة المهم عملتها. دي كده كانت برضه فوط كنت غاسلاها بتاعة المطبخ، جبتها كده وهاطبّقها. بصراحة كان عندي برضه درج كده ده اللي باحط فيه الفوط، كان متبهدل أوي بصراحة، كنت متضايقة منه بقى لي فترة وعايزة أرتّبه. قُلت خلّيني أعمله النهارده بالمرّة. عملته برضه قُلت أطبّق بقى دي الفوط اللي كنت لسه غاسلاها، هاطبّقها وأرتّب الدرج. كان في حد بيسألني برضه على المطبخ بتاعي نوعه إيه، عشان هي أختها بتتجوّز وعايزين يعرفوا. أنا نوعه PDF، بتقول لي كمان إيه أحسن خامة أعملها، عشان أختها بتتجوّز وكده يعني، إحنا قُلنا أحسن خامة اللي هي البولي لاك، هي حلوة جدًا. زي ما أنتم ما شايفين كده الدرج كان مبهدل جدًا، يعني أنا بابقى حاطة فيه الفوط المطبخ وأكياس التلاجة والأكياس اللي هي بنغطي بيها الأطباق دي، الألمونيوم فويل والنشابة وشوية حاجات كده، هم دول كانوا محطوطين هنا، وكان الدرج مش عاجبني بصراحة.
خامة البوليلاك بالنسبة للمطابخ الخشب طبعًا أنا مطبخي مش بوليلاك، يعني هي حلوة جدًا وبيشكروا فيها، هي يعني عيبها الوحيد إن هي تكلفتها عالية شوية، بس بتبقى طبعًا يعني حاجة بقى للعُمر وكده وربنا يا رب يسعدها. أنا عمومًا مطبخي PDF يعني هو بيبقى سعره متوسط وبالحفاظ عليه بيفضل كويس ما فيش مشكلة، بالحفاظ عليه. جيت هنا بقى جِبت المكنسة الجميلة الcute دي عشان أنضّف الدرج، طبعًا بتشفط بصراحة، كان الدرج برضه مليان حاجات عشان هو تحت الفرن يعني. بُص بقى أنا حطيت يعني الفرشة بانضّف بيها الدرج كده، لو في أي حاجة ماسكة في الدرج، أي حاجة عليه يعني حاجة ماسكة، بانضّفها الأول بالفرشة، بعد كده باشفط بيها، بتبقى جميلة بصراحة، بعد كده بقى باجيب الwipes ألمّع تلميعة أخيرة بيه. كان في حد كتب لي برضه إن هو جايب المكنسة دي وبينضّف بيها برضه أدراج المطبخ، وهي بتقول إن هي حلوة، هي فعلًا حلوة سهلة في تنضيف أدراج المطبخ يعني. زي ما أنتم شايفين المناديل الويبس دي على فكرة والله جميلة جدًا، جدًا، بتنضّف بصراحة يعني، أحسن كمان ما هتحطّي منظف من عندِك أو مَيّة بصابون وتعملي بالفوط العادية، بجد بتبقى حلوة جدًا. على فكرة كان في بُقعة كده في الجنب لو تشوفوا بتشيلها خالص، يعني حتى لو صعبة لو مستعصية معاكِ بتدعكيها دعكتين وتسيبيها. المناديل دي أصلًا بصراحة بيبقى جاي فيها مَيّة بالمنظف بتاعها يعني يعني كمية محترمة، المناديل ما بتنشفش بصراحة تمامًا. فبتبقى حلوة جدًا، بتدعكي كده دعكتين بالمنديل وبتسيبيه حتى على البُقعة كده، لو في بُقعة يعني صعبة كده في التنضيف بتشيلها لِك على طول. بُصّوا هنا برضه البُقعة دي أنا ما كنتش شايفاها بصراحة، نضّفتها كده ونضّفته من برّه، وهارجّع الحاجة بقى زي ما كانت فيه، هارتّبها تاني وطبعًا بانشّف كده إيه، بفوطة عادية microfiber كده في الآخر بعد المناديل wipes عشان باقول لكم المادة بتاعتها بيبقى فيها المنظف كتير بصراحة. بُصّوا أنا باحُط المدوّر ده دي اللي هي طبعًا الورق الزبدة بتاع المفروض الair fryer يعني أنتم عارفين إن هي بقى بايظة وكده بتاعتي ربنا يعوّض عليّا فيها. المهم أنا باستخدمه طبعًا كورق زبدة، يعني باستخدمه مثلًا باحُطّه في التوستر، باحُطّه في أي حاجة باستخدم فيها ورق زبدة باستخدمه يعني كورق زبدة عادي، والأكياس اللي هي التلاجة العادية، ودي اللي هي في العلبة السودا دي اللي هي الغالق الأطباق كده يعني. باحطّها في العلبة دي كده عشان إيه، تبقى متنظّمة أكتر يعني، والفوط رصّيتها كده بالطريقة دي. دي طبعًا الفوط دي بتبقى بتاعة اللي بانشّف بيها إيديّا أو اللي بامسك بيها الحِلَل يعني، الفوط بقى اللي هي بتاعة تنضيف الرخام أو الكلام ده كلّه لأ، أنا حاطّاها في الجزء اللي هو تحت الحوض، في المنظّم اللي تحت الحوض برضه في فوط التنضيف بتاعة المطبخ، غير الفوط دي، مع المنظّفات والكلام ده. المهم بقى كنت خلّصت كده بالنسبة للتنضيفات والحاجات دي كنت عاملة شاورما وكنت متبّلاها يعني بقى لها شوية، بس سِبت الحاجات دي عشان أقول لكم أنا عملتها إزاي، أنا حطّيت علبة زبادي وكيس توابل جاهز وشوية صويا صوص وبس كده. سِبتها بقى اتبّلت شوية وبعد كده هاحط معلقة سمنة، أنا باحب بقى يعني كل حاجة أعملها بصراحة يا سمنة يا زبدة بلدي. يعني بصراحة قليل ما في حاجة أعملها بالزيت يعني، لكن حتى الشاورما باحب أعملها يا زبدة يا سمنة بلدي، وهاعمل بقى مكرونة وهنعمل مع بعض خضار سوتيه كده هنشوفه مع بعض حلو جدًا يعني، كان أكل خفيف وسريع كده. أنا
أنا من النوع اللي لمّا بيعمل الأكل باحب يعني خلاص باحط كده يعني عارفين كلّه بيبقى شغّال على البوتاجاز يعني، أنا هنا باسلق المكرونة والشاورما محطوطة وجهّزت لها البصل بتاعها مقطّعاه، والخضار كنت قطّعته برضه الخضار السوتيه وباحط له بس أنا باتبّله بملح وبابريكا وشوية زعتر، واحط له معلقة زيت عشان بس التوابل دي تمسك فيه اللي إحنا حطيناها، وباحط معلقة زيت في الطاسة وبادّي له بقى تشويحة يعني أنا مش باسلقه ولا أي حاجة، بجد بيبقى جميل جدًا، جدًا. زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا في أوقات باحب يعني دايمًا بانزّل معاكم فقرة الغدا، يعني بحيث إن أنتم تاخدوا أفكار لبُكرة هتعملوا أكل إيه، يعني بجد كلنا والله بنبقى محتارين هنعمل غدا إيه بُكرة. فدي برضه يعني حاجة من إن أنتم تستفيدوا برضه من الفيديو كده، تاخدوا فكرة هتعملوا غدا إيه بُكرة. حطيت كده بقى الشاورما هنا كانت اتشوّحت ونشفت، يعني خدت لون كده وبقت ناشفة تمامًا، هانزل بقى بالبصل عشان ما يبقاش يعني الشاورما باحب البصل معاها يبقى مش مهري أوي كده. هادّيها هو أنا مش هادّيها تقليبة، أنا نسيت أحط الفلفل الألوان الأول، المكرونة هنا كانت بتغلي، شِلت طبعًا الغطا عشان ما تفورش وكده. حطيت فلفل بقى ألوان حطيته في جنب كده عشان نسيت أحطه قبل البصل، يعني أنا كان المفروض أحطه قبل البصل بصراحة، المهم حطيته كده عادي يعني في جنب كده واديته برضه تشويحة، وبعد كده هاقلّبهم مع بعض. جيت هنا برضه على الطاسة بتاعة اللي هاعمل فيها الخضار السوتيه، هاحط لها كده معلقة زيت وبس كده، وبعدين هاحط الخضار بقى الكوسة والجزر. طبعًا بقى لو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك عشان هو إن شاء الله اللي بيرفع الفيديو، أتمنى كده تكونوا بتستفيدوا، باشكركم جدًا على الكلام الجميل وإنكم أنتم بتستفيدوا وبتتنشطوا، في ناس كتيرة بتكتب لي كده الحمد لله، يا رب كده أكونوا عند حسن ظنكم. وتكونوا دايمًا بتستفيدوا وبتستمتعوا كده وأنتم بتتفرجوا على الفيديو، بجد أنا باكون مستمتعة وأنا يعني باصور معاكم في اليوم، يعني برغم إن أنا بابقى خايفة مثلًا الفيديو يكون مش ممتع ليكم أو مش مفيد ليكم، بس بجد بابقى طبعًا حابة وفرحانة جدًا وبابقى مبسوطة جدًا من الكومنتات الجميلة دي عشان هي اللي بتشجعني إن أنا أصور لكم وأنزّل لكم فيديوهات دايمًا، وباحاول بقدر الإمكان أنزّل يعني الفيديو يكون طبعًا مفيد ليكم إنكم أنتم تستفيدوا منه. والله على قد ما باقدر، يعني كل تفصيلة بسيطة كده باحب أصورها معاكم إنكم أنتم تستفيدوا وتستمتعوا كده وأنتم بتتفرجوا على الفيديو. صفيت بقى المكرونة وأنا كمان باحب أغسل المكرونة بالمَيّة الساقعة بعد ما بتتسلق كده عشان أفضل يعني بتفضل مفلفلة معايا. شطفتها كده بقى بالمَيّة الساقعة علشان لمّا باغسلها بالمَيّة بصراحة بتفضل مفلفلة. لكن لو سِبتها يعني سخنة كده بتبصوا تلاقوها مسكت في بعضها جامد يعني. المهم بقى أنا كنت عملت لها الصلصة بتاعتها بالتوم عادي وصلصة الطماطم، طبعًا في ناس بتحب تحط توم وفي ناس ما بتحطش حاجة خالص وفي ناس بتحب بصل، فصلصة المكرونة ليها أفكار كتيرة يعني. ممكن تحطوا معاها جزر، ممكن تحطوا معاها فلفل ألوان، يعني كل ده بينفع معاها بصراحة. كنت بقى خلاص عملتها كده وتقريبًا الأكل كله كان استوى يعني خلاص بقى الحمد لله يعني عارفين بقى باطفّي الكل بيبقى مع بعض كده الحمد لله يعني اللهم احفظها نعمة ودومها من زوال يا رب. بُصّوا بقى الخضار السوتيه ده بجد بيبقى حلو جدًا يعني ومفيد ومغذي، ولا مثلًا سلقتيه والفايدة بتاعته نزلت في المَيّة، وبيبقى له طعم، يعني بيبقى طعمه حلو كده بالتوابل اللي حطيناها ومستوي وجميل، طبعًا باحطه على نار عالية في الأول ياخد لون كده زي ما أنتم ما شايفين، ولمّا بياخد لون باغطيه بقى عشان يبقى مستوي من جوّه كمان. يعني بجد كنت حابة أورّيه لكم يعني حتى بعد ما باورّيه لكم كده في الطبق إن هو مستوي وحلو جدًا. والشاورما بجد بتبقى حلوة أوي لمّا بنحط لها أكياس التوابل اللي هي الجاهزة دي، بجد لو مش بتعملوها بالطريقة دي جرّبوها كده بالطريقة دي إن شاء الله بإذن الله هتعجبكم. يا رب تكونوا استفدتوا، وده كان يعتبر الروتين بتاع النهارده بكل تفاصيله بقى، يعني بتفاصيل صغيرة وبسيطة كده، وفي الآخر بقى الحمد لله بعد ما خلّصت كده قُلت أقعد يعني آخد فنجان قهوة كده، أنا عملتها قهوة من غير لبن، قهوة كشري كده يعني زي الشاي كده بالمَيّة المغلية، عشان تبقى مفيدة أكتر يعني، بنحاول برضه إن إحنا ناخد منها حاجة مفيدة يعني.
وده كان روتين النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا ويكون عجبكم، واقول لكم مع السلامه، انتظروني فيديوهات جديده وروتينات جديده باذن الله. ولو في حاجه ما قدرتش اجاوب عنها النهارده ان شاء الله الفيديوهات الجايه نجاوب عليها. ولو في اي سؤال انتوا عايزينه اسالوني، اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله باذن الله اجاوب عليه. مع السلامه.